واش عمرك حسيتي براسك واقف في بلاصة والدنيا كتجري؟ كتفيق في الصباح كتشوف التليفون، الناس خدامين، كل شيء غادي كيتطور، كل شيء غادي خدام، كيديروا المشاريع وبنادم ناشط، وانت ضيخ، كتقلب، كتصيفط السيفي ديالك وكتسنى وعامر تخمام. كتبقى تقول مع راسك انا اش خاصني ندير باش ننجح؟ علاش داك فلان مثلا تقبل في خدمة وانا باقي بلا خدمة؟ وشنو المعنى ديال هادشي كامل اللي كيطرا؟ خاص تعرف بلي راه ماشي غير انت اللي بوحدك في ديك الدوامة، كاين الالاف ديال الناس غير ساكتين كيضحكوا في وجه الناس، ولكن داخلهم عامر بالاسئلة وبالقلق وبالخوف. كتقول واش غدا غيتعاود بحال اليوم؟ وكتبقى ديما تخمم كتفكر بدا شي مشروع، ولكن ما كاين لا راس المال، لا دعم، لا حتى داك اللي غيتيقفك ولا غيعطيك داك البوش الاولى ما كاينش. كتفكر تحرق، ولكن عاوتاني الحرقه كتقول مريسكي بحياتك ومريسكي بحياة والديك. كتشوف والديك ديما كيبغيو يشوفوك ناجح وانت كتخاف تخيب الظن ديالهم. ولكن اسمعني اخي المسلم، هاد الحاله ماشي هي النهايه، هي فقط مرحله. متفق معك، صعيبة، هي مرة جدا، ولكن ماشي دايما. راك دوزتي بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الخطوات، ماشي اليوم ولا عب وحدك ولا انت الاول ولا الاخر اللي طرا لك هاد العيبات. راك كتبنى دابا حاليا في مرحلة ديال البناء ديال النفس ديالك. ولا شنو فائدة النجاح الا ما كانش داك الفشل وديك الضبابة اللي كاينه في الاول؟ وإلا كنتي باقي واقف اليوم رغم الضغط، رغم داك الحيرة اللي عندك، راه انت انسان قوي بلا ما تحس. دابا شنو هو الحل؟ الحل ماشي تبقى تسنى الفرصة، الحل هو تبدا صغير. ما تبقاش تقول خاصني نبدا شي حاجة نبداها بيرفكت. نعطيك مثال، انك مثلا كتقول نبدا قناة، كتبقى تقلب على المينياتور، تقلب على الفيديوهات، تقلب على خاص يكون الريزوليوشن طالعه. لا، ابدا لوح. بغيتي تبدا الاي-كوميرس تسنى، راه ما يجيوكش الطلبيات من الاول تبيع 100 مليون. وتعلم شي حاجه جديده ولو نص ساعه في النهار، نعطيها نص ساعه نتعلمها. دير شي كونطاك، بني علاقه، تخرج دور، قلب، متبقاش تسنى، حيت النجاح ما كيجيش ما بين ليله ونهار، ولكن كيتبنى بالصبر وبالنية والاستمرار. نوصيك ديما صلي وثق في الله عز وجل. وحاجة أخرى، ما تبقاش تقارن راسك مع الناس، كل واحد وقصو وكل واحد وظروفه. ركز غير على الطريق ديالك وخلي الخطوات الصغار تديك، واخا الطريق ما بيناش دابا راه غير الطوال، ولكن هاد الطوابق غادي تخليك راسك. ملي تبدا تشوف النور تشبه راسك حتى متستسلمش، راه هذا هو المنطق اللي غادي يدير الحياة. إلا يمكن مقتلكش شنو سبب، شنو الفائدة ديال النجاح، شنو الفائدة ديال الفرحة إلا مكانش هكا، إلا مبقيتيش على راسك، إلا معزلتيش مع الله عز وجل. صلي واحد 2 ركعات وشوف والله يا أخي انت غادي تفرج قدامك الحياة، قسما بالله غير جري في الخير. ونوصيك بواحد الوصية أخرى، كون ديما بار بوالديك وربي ما يخيبكش. يلا نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو